قصة اليوم نسرد لكم فيها سلسلة جرائم بشعة لم يكن أحد ليصدق وقائعها المريعة لولا استنادها على ملفات ومستندات بوليسية. الأسواق الأسبوعية في المغرب لها مكانتها الكبيرة عند شريحة عريضة من المواطنين، والكثير منهم خصوصا الرجال مدمنون على ارتيادها وتناول اللحوم والكفتة المشوية فيها. الأذخنة المتصاعدة والروائح الشهية تقتنص بطون الجياع ولا تفارق أنوفهم حتى تجلسهم على طاولة الطعام. الكل يتساءل: ما سر لذة طعام الأسواق؟ فقط لحم وكفتة تشوى على النار لا غير. هل في التوابل والبهارات سر لا نعرفه؟ ربما. البعض يقول متهكما: الإفراط في النظافة يفقد الطعام لذته، لا بد للأكل القليل من العفن ليكون شهيا. اشترى رشيد، وهو اسم مستعار لبطل قصتنا هاته، رفقة شركاء له آلة لصنع الكفتة، وفتحوا متجرا صغيرا في إحدى الأسواق الشعبية في ناحية من البوادي. عرف متجرهم بسرعة ولقي إقبالا كبيرا جدا. الربح كبير وتكلفة العمل قليلة، لكن الخبث والجشع والرغبة في الربح السريع بطرق ملتوية ألقت الجزار رشيد ورفاقه في شراكها. تم إلقاء القبض عليهم بتهمة بيع لحوم الحمير والبغال للناس في السوق، وتم الحكم عليهم جميعا بالسجن. هناك تعرف رشيد على تاجر مخدرات كبير معروف داخل المغرب وخارجه. كانت تلك فرصة رشيد للتقرب منه وكسب ثقته، فعمل لديه كخادم يطهو طعامه ويقضي حوائجه وكل ما يطلبه منه. جمعت بينهما علاقة وطيدة طيلة فترة السجن، وأعجب تاجر المخدرات برشيد وكسب ثقته وائتمنه على سره، فقال له: بعد خروجنا من السجن أريدك أن تعمل عندي. وافق رشيد على العرض بدون تردد. كيف له أن يرفض؟ فتجارة المخدرات أكثر ذرا للربح من بيع كفتة الحمير والبغال في الأسواق الشعبية. أمضى رشيد فترة حبسه وخرج أولا، لكنه بقي على اتصال دائم بتاجر المخدرات. بعدما يقارب السنة خرج مروج المخدرات، وكان رشيد في انتظاره حسب الاتفاق. ركبا في السيارة واتجها نحو مكان نائٍ ناحية بعض البوادي في ضواحي مدينة تطوان، وهي مدينة مغربية تلقب بالحمامة البيضاء، تقع في الريف الكبير على ساحل البحر الأبيض المتوسط. لم يكن يعرف رشيد إلى أين كانا يتجهان، فهو مجرد قروي لا يتقن إلا الجزارة وبيع لحوم الذبيحة السرية. تاجر المخدرات ملم بخبايا الإجرام ويعرف الكثير من المداخل والمخارج. لقد كان محترفا متمرسا في عمله. وصل الاثنان إلى فيلا تطل على البحر في مكان بعيد منعزل عن أنظار البشر. نزلا من السيارة وقال له تاجر المخدرات: هذه الفيلا ملكي، وهي مفروشة وفيها كل شيء نحتاجه، وفي القبو لدي كميات كبيرة من الحشيش. الآن ستبدأ عملك لدي. الأمر بسيط جدا، قم بحراسة الفيلا. عندما تأتي حمولة المخدرات ستقوم أنت بإدخالها وتخزينها في القبو، وعندما يأتي الزبائن سأكون حاضرا معهم، وأنت ستحضر الكمية المطلوبة لهم. ما الصعب في هذا العمل؟ رشيد معتاد على العمل الشاق، وهو الآن يتسلم كميات كبيرة من المخدرات ويخبئها في الفيلا، ويسلم الزبائن بضعة كيلوغرامات حسب الطلب. وجد رشيد الحياة سهلة في تلك الفيلا.
وكان رفيقه تاجر المخدرات يأتي ليلا ويشربان الخمر ويمرحان. أحيانا كان تاجر المخدرات يكلفه بإيداع مبالغ مالية محترمة في حسابه البنكي، مبالغ تتراوح ما بين 5,000 و10,000 دولار. ذات ليلة عاد تاجر المخدرات إلى الفيلا ومعه حقيبة يدوية، وضعها فوق الطاولة وبدأ بعد رزم الأموال، ورشيد حاضر معه ينظر إليه. كان المبلغ هائلا، 400,000 دولار. لم ير رشيد تلك الكمية من الأموال قط، حتى في فترة عمله السابقة مع تاجر المخدرات. فسأله: هل ستودع هذه الأموال في البنك؟ أجاب تاجر المخدرات: أجل. هل تريدني أن أتكلف بهذه المهمة كالعادة؟ لا، هذه المرة أنا الذي سأتكلف بها. في تلك الليلة سهر الرفيقان كالعادة، والخمر أنيسهما. كان تاجر المخدرات يحتسي الخمر بلا مبالاة كعادته، أما رشيد فكان لا يحتسي إلا رشفات بين الفينة والأخرى. طال مجلسهما وتمكن الخمر من تاجر المخدرات، وعلم رشيد بذلك. في لمح البصر انقض عليه رشيد وطعنه مرات متتالية بسكين ضخم لا يفارقه. تيقن أن الروح فارقت جسد فريسته، ثم وضع الجثة في ثوب ووضع عليها فراشا قبل أن يأخذ الحقيبة المليئة بالأموال ويفر هاربا. لم يكن أحد من أهل الضحية وأقاربه يعلم بأمر تلك الفيلا. الجثة هامدة فيها، ولا أحد يعلم بأمرها. توجه رشيد إلى بلدته وخبأ الأموال المسروقة في مكان لا يعلمه من البشر إلا هو، وابتعد تماما عن مدينة تطوان ونواحيها وكل مدن الشمال، مخافة أن يراه أحد ويتعرف عليه. لزم بلدته ونواحيها، وبذر الأموال المسروقة في اللهو والمرح وشرب الخمور. تعرف على شاب ميسور الحال يعمل في سيارة كبيرة أعطاها له أبوه ليتاجر فيها. أصبحا صديقين تجمعهما حياة اللهو والخمر. كان الشاب كثير الشكوى من أبيه وعقليته الرجعية المتخلفة على حد تعبيره، ولكن في الآن ذاته كان يتبجح بالخيرات والأموال التي سيرثها عن أبيه. رشيد كله آذان صاغية للشاب وحديثه عن الصندوق الذي يجمع فيه أبوه الأموال، ولا يريد صرفها على أي شيء. كان الشاب ثرثارا غبيا يبوح بكل شيء بكل تفصيل. كان رشيد يوصيه ببر والده واحترامه والصبر على طريقة تفكيره وتسييره لأمور العائلة. لقد كان شخصا يثق فيه الكل بسرعة بسبب إنصاته وحلو كلامه وعدم تسرعه. حل رشيد ضيفا على الشاب وأسرته المكونة من أبيه وأخته فقط مرات عديدة بصفته مساعده في العمل والتجارة. نفذت الأموال من رشيد، وقد ذاق لذة اللهو والمرح دون كد وعمل، وهو الآن يتقاضى أجرا يراه زهيدا لا يلبي حاجياته وحياة الترف التي ألفها لمدة تفوق العامين. ذات ليلة سهرا معا وشرب الخمر كعادتهما، وأخذ السكر من الشاب مأخذه، فاصطحبه رشيد إلى البيت وودعه. دخل الشاب إلى البيت وكان فسيحا جدا بالنسبة ل3 أشخاص، وتوجه مباشرة إلى غرفته وغط في نوم عميق. رشيد لم يذهب لأي مكان، بل اختبأ في الظلام بين الأشجار وراء البيت، وانتظر ما يقارب 2 ساعات حتى تأكد تماما أن الأب وابنته والشاب غطوا في نوم عميق،
كل في غرفته. تسلق أسوار البيت وقفز إلى الداخل. توجه إلى غرفة الشاب أولا وفتح الباب ببطء، ودخل الغرفة متسللا كالحيوان المفترس. استل سكينه وذبح الشاب، وظل ممسكا به حتى تأكد أنه لفظ أنفاسه كلها، ثم تركه وخرج صوب غرفة الأب. حاول فتح الباب ببطء، لكنه كان موصدا من الداخل. طرق الباب بلطف حتى لا تسمع البنت شيئا، وانتظر في صبر حتى يفتح الأب الباب. كان الأب غارقا في نوم عميق، ولم تكن طرقات رشيد على بابه كافية لتوقظه بسرعة، لكنه استمر في ذلك في إصرار وصبر. فتح الأب الباب وهو لا يكاد يرى شيئا أمامه في الظلام. لم يمهله رشيد وقتا ليرى أي شيء. دفعه إلى داخل الغرفة وطعنه مرات متتالية، وتأكد من موته قبل أن يفتح الصندوق. خرج المجرم من الغرفة، وإذا بالفتاة واقفة وسط البيت تستغرب ما يحدث في غرفة أبيها. لم تر شيئا، لكنها سمعت أصواتا مريبة. تفاجأ المجرم عندما التقت نظراتهما، فهي تعرفه جيدا. لم يتوانى القاتل في إخراج سكينه مرة أخرى، فقد ألف ذبح العجول والخراف والماعز والحمير والبغال وحتى البشر. أصبح مدمنا على رؤية الدماء. غريزة التشبث بالحياة دفعت بالفتاة للركض خارج البيت. لم يكن القاتل ليدعها تنجو بحياتها بعد أن رأت وجهه. ربما كان سيذبحها هي الأخرى وهي نائمة حتى لو لم تر وجهه. لم تكن الفريسة أسرع من المفترس. وجه إليها طعنات في الظهر بعد أن سقطت على وجهها في قناة للسقي. تركها في بركة من الدماء وعاد إلى جائزته. فتح الصندوق وعد الأموال، ووجد فيه 17,000 دولار. أخذه وهرب كعادته. مر أكثر من أسبوع على هذه المجزرة المريعة، والقاتل حر طليق يتنعم بغنيمته دون أي تأنيب ضمير، إن كان له ضمير أصلا. ذهب إلى بيت خالة له في إحدى القرى، ومكث معها هناك محاولا الابتعاد كليا عن القرية التي كان فيها. لكنه فوجئ برجال الدرك الملكي يحاصرونه في البيت. ألقوا عليه القبض مذهولا واقتادوه للتحقيق. كيف ذلك؟ لم يره من البشر أحد، ولم يترك دليلا وراءه، فقد خطط لجرائمه بروية. لقد كان متمرسا ويعلم ما يفعله، على الأقل هذا ما كان يعتقده. لا توجد جريمة كاملة. المجرم ترك وراءه دليلا دامغا لا يدع في القضية أي شك بأنه هو القاتل. الفتاة المسكينة لم تمت. ظلت الليل كله تزحف على بطنها، تئن وتحاول الصراخ حتى حل الفجر، رغم الطعنات الغائرة في ظهرها. سمع أنينها المكتوم بعض الجيران، وصدموا من هول الطعنات والجروح التي تحملت. اتصل الشهود بالدرك الملكي والإسعاف، لكن الفتاة دخلت في غيبوبة لمدة أسبوع. طيلة ذاك الأسبوع عاش الدرك الملكي والمحققون في جحيم لا يطاق، لا نوم ولا راحة حتى تحل القضية. والفتاة هي الأمل الوحيد للإفصاح عن اسم القاتل. مر الأسبوع كالسنة، واستيقظت الفتاة من الغيبوبة، حمدا لله ثم مجهودات الأطباء الجبارة.
وأخيرا أذن الطبيب المشرف على الفتاة للمحققين بأخذ أقوالها. لم يكن أمام المجرم إلا أن يعترف بجرائمه، فلا وزن لكذبه أمام شهاداتها ضده. حكم عليه بالمؤبد بتهمة السرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ماذا عن الجريمة الأولى التي ارتكبها المجرم؟ لقد مر عليها أكثر من 2 ولم يتوصل التحقيق في مدينة تطوان لأي شيء. جاءت ذات مرة امرأة بشكاية مفادها أن رجلا من أقاربها يقول إن زوجها كان له صديق يرافقه دائما وهو الآخر مفقود ويجب البحث عنه. توصلت الشرطة إلى صورة للقاتل مع تاجر المخدرات وتعرفوا عليه في السجن. تم تسليمه للشرطة مرة أخرى للتحقيق معه، وحاول الإنكار بشتى الطرق، لكن إصرار الشرطة وضغطهم المستمر عليه دفعه إلى الاعتراف أخيرا. تم اقتياد المجرم تحت الحراسة المشددة ليرشدهم إلى الفيلا التي قتل فيها تاجر المخدرات. فتحوا الباب ووجدوا جثته متحللة تماما. أضيفت تهمة القتل هاته إلى جرائمه الأخرى، وتم الحكم عليه بالإعدام. الطمع والجشع أعمى بصيرة الكثير من الناس، حتى صارت السرقة والقتل بالنسبة لهم أمرا هينا، وثرثرة الكثير من الناس وثقتهم العمياء بمن يبدون لهم المودة وحلو الكلام أودت بحياتهم بأبشع الطرق. إن أعجبتكم القصة فلا تنسوا دعم القناة ومشاركة المقطع مع محبي قصص الجرائم الواقعية. دمتم سالمين، وإلى لقاء آخر مع جريمة أخرى.